رُحت فرح وأنا في فرح لاحظت حاجة غريبة جدًا، جدًا، فعلًا إحنا دايمًا بنفتقدها عندنا في الشغل. وأنا في الفرح فركّزت مع الفرقة بتاعة المطرب اللي بيغني، وهو كان أحد يعني المطربين المشهورين، فأنت تلاقي كمية passion وحماس، والراجل واقف ماسك الطبلة وعمّال يطبّل ومتحمّس أوي وتحس إنه ويرقّص الناس فاستغربت أوي هو الراجل ده ورا الحماس بتاعه ده في حاجة، أنا ما بانكرش طبعًا إن أكيد بيبقى في أحيانًا سوء إدارة بيخلّيه الواحد ما يبقاش متشجّع على الشغل، لكن باقول إيه، تخيّل إن إحنا كل واحد في وظيفته لو اشتغل بالحماس بتاع الراجل اللي هو أفراد الفرقة زي أفراد الفرقة كده بتاعة المطربين، أنا وجهة نظري إن الراجل ده بيشتغل بحماس أوي كده لإنه بيقبض كويس، ما عندوش مشاكل مادية فمزاجه مرتاح. الراجل اللي هو مشغّله ده أكيد مضبّطه ومروّق عليه وبيروّحوا بالليل يتعشّوا ويدلّعوا، فأكيد الpassion والحافز ده نتيجة الراحة النفسية والمزاج الحلو، عشان كده الراجل قاعد بيشتغل بحماس أوي ومتحمّس، ودي يعني كُلّنا نِفْسنا نشتغل يعني كُلّنا لو اشتغلنا كده زي الراجل اللي في الفرقة ده، إحنا كُلّنا هنروح في حتّة تانية، على الأقل الناس المهندسين والدكاترة والمحاسبين والناس اللي بتشتغل أي شُغلانة غير الشُغلانات الtrend ممكن يعلوا بقى ويبقوا جامدين زي المطربين والكلام ده كله، فعايزين بقى نساعد بعض، الموظف يشتغل بضمير والمدير يضبّطه كده ويروّق عليه، عشان في الآخر نطلّع إيه، النتيجة بتاعة الراجل بتاع فرقة المطرب اللي أنا شُفته في الفرح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، شكرًا.